بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. كل سنة وشعب الكنيسة الأرثوذكسية بخير بمناسبة بدء الصوم الكبير. كل سنة وقدس البابا تودرس الثاني بخير وألف صحة. كل سنة وسيدنا الأنبا مكسيموس مطران بنها وقوسنا بخير. كل شعب الكرازة المرقسية في مصر وخارج مصر بصحة وبسلام وبخير. كتاب مقدس يعلمنا كده، يقول لنا قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشيوخ وجميع سكان الأرض إلى بيت الرب إلهكم واصرخوا إلى الرب. حابب أحبائي إن أنا أبتدي معاكم حلقات عن الصوم الكبير. أيام الصوم الكبير نربطها ببعض على قد ما نقدر من خلال قرايات كل يوم في أيام الصيام، سواء من النبوات أو من الكتاب المقدس الإنجيل أو الرسائل. يقول أحد الآباء كده: فترة الصوم الكبير هي فترة ربيع الحياة الروحية. وليه بنقول عليها إن الصوم الكبير هو ربيع الحياة الروحية؟ لأن في فترة الربيع بتنمو البراعم والأشجار تترعرع وتبتدي بقى إنها تدينا ثمر بعد كده على طول. هكذا أيضا في الصوم الكبير الحياة الروحية بترعرع وبتنمو وبنزداد فيها بالفضائل وبحاجات روحية حلوة كتير. الإنسان بينمو ينشط وندي ثمر من خلال برنامج روحي مكثف خلال فترة الصوم. عادة كل الكنايس بتصلي كل يوم قداس، فبدل ما أنا بتناول ربما مرة واحدة في الأسبوع، ده أنا هشترك أكتر من مرة، مرتين وثلاثة في سر الإفخارستية حسب التدبير الروحي مع أب اعترافي. القداسات كمان عادة بتبقى متأخرة، مفيش بقى قداسات بدري الصبح، ده كل القداسات كلها بتبقى متأخرة علشان الكنيسة تعلمنا الصوم الانقطاعي وفي نفس الوقت نوصل لدرجات أعلى في حياة النسك والزهد، وإن أنا أتغلب على شهوات الجسد. كمان في فترة الصوم من خلال ممارستي لسر التوبة والاعتراف، أب اعترافي بيديني برنامج روحي مكثف. مثلا المتعود يصلي مرة واحدة بالأشبية ربما يصلي مرتين، اللي بيصلي مثلا ساعة من سواع الأشبية بمزمور أو 2 ربما المزامير تزداد. القراءات الروحية تزداد سواء في الكتاب المقدس أو إن أنا أقرأ كتب روحية تخص الصوم، تخص الفضائل، تخص إن أنا أقدر أتخلص من شهوات وضعفات أنا واقع فيها باستمرار. كنيسة تدينا كم هائل من القراءات خلال لتورجية القداس. إن القداس مثلا يبتدي الأول بالنبوات، وبعد كده مزمور باكر وإنجيل باكر، وبعد كده البولس، الكاسيليكون، الإبراكسيس، السنكسار، وربما بعد إنجيل القداس نقرأ برضه عظة من أحد الآباء أو تبقى عظات محضرة على طول. فيبقى كم هائل من القرايات والتعليم الروحية من خلال لترجية القداس. عايز أقول لكم حاجة حلوة خالص، إن الصوم الكبير ده ربنا حطونا في طريقنا عشان نعمل بيه يوتيرن. أي واحد وقع في ضعفات وأخطاء من خلال فترة الصوم يعمل يوتيرن. فعنوان حلو خالص ناخده السنة دي للصوم الكبير، إن الصوم الكبير عودة لله من خلال الجهاد الروحي على طول. والصوم عادة بيبتدي أسبوع الصوم بيبتدي من يوم الاثنين، 3 4 5 جمعة سبت، وينتهي بالحد. يعني بداية الصوم مثلا نقول أسبوع مثلا حد الكنوز، يبقى هيبتدي من أول يوم في الصيام اللي هو الاثنين، وينتهي قمة القرايات اللي تنتهي يوم الأحد من الصوم المقدس. الكنيسة بإرشاد من الروح القدس قسمت الصيام إلى 8 أسابيع. 4 أسابيع دي بيبين فيها مظاهر الجهاد الروحي بتاعي، زي حد الكنوز، حد التجربة، الابن الضال، وأحد السامرية اللي هو حد النص. بعد كده ثمرة الجهاد، أنا بقى عملت جهاد روحي حلو وانتظمت في أول الصوم. ثمرة الجهاد يجي حد المخلع، أحد المولود أعمى، حد الشعانين، والحد بقى حد النصرة أو حد الفرح اللي هو حد أحد القيامة على طول. عادة برضه أحبائي إن في الصيام الأسبوع بيتكون من 7 أيام. أول 5 أيام من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة ده بيتكلم عن دوري أنا، دور الشعب أو دور كل شخص فينا في طريقه للجهاد. أنا عملت إيه؟ يجي ربنا بعد كده في قرايات يوم السبت
ويوم الحد من نهاية الأسبوع ربنا بقى إيه يفرحني، يقول لي أنت تعبت، أنت جاهدت، أنت عملت في الفترة دي حاجات حلوة في فترة الصوم، أنا بقى هديك وعود حلوة وهديك وأفرح قلبك بالفترة اللي أنت إيه صمت إيه فيها. إن شاء الله من الحلقة القادمة هنبتدي نتكلم عن أسابيع الصوم، الأسبوع اللي بيبتدي من يوم الاثنين وينتهي يوم الأحد، وإلهنا المجد الدائم أبديا آمين.